الدكتور محمد مرة تانية في وقت من الأوقات، وقت ما كان البلاك بلوك في الشوارع وقت حكم مرسي والنظام السابق، اتهموا حضرتك انك بتقود هذه المجموعة من البلاك بلوك، واللي يجي يسمعك النهاردة وانت مؤيد لثورة 30 يونيو وانت واقف مع يعني حصول الشعب مرة تانية على حريته والكلام اللي حضرتك تكلمه، وطبعا لا يخفى على أحد اتجاهك ايه. في بلاك بلوك النهارده منزلين على الفيسبوك سنعود للشغب مرة أخرى. احنا زعناها في فقرة الصحافة وحاطين الحرايق اللي هم كانوا عملوها قبل كده بالماسك اللي كانوا لابسينه، وسنعود أو سنرجع لنشاغب. تحليلك بقى، مين البلاك بلوك وإيه سبب عودتهم للتهديد بعودتهم للشارع مرة تانية؟ وهل النهارده لما نعرف مواقفهم في النظام السابق ومواقفهم في النظام الحالي، اهي معانا يوسف، برافو عليك يا يوسف، اهي سنرجع لنشاغب تاني او هنرجع نشاغب تاني. كاتبين سون يعني قريبا هنرجع نشاغب تاني. يعني انا متهيألي ان ظهورهم دلوقتي يرد على السؤال اللي حضرتك سالتيه، هم مين البلاك بلوك؟ بالظبط. البلاك بلوك يعني حاجه اخترعها الاخوان نفسهم. حضرتك عارفه ان احنا طول المرحله الانتقاليه الاولى وما بعد تولي المعزول الفتره اللي هو تولاها، صحيح، كان دايما في كلام على اني لما بتحصل اشتباكات في الشارع او تظاهرات في الشارع دايما يظهر فئات وتبتدي تشاغب او تستفز فكره الاشتباك ما بين المتظاهرين وما بين الثوار، صحيح، ما يسمى بالطرف الثالث. وبعدين شفنا ان كل المسيرات والوقفات اللي كان بيعملها الاخوان في نفس التوقيت يختفي فيها هذه الظاهره. وبعدين ظهرت الفيديوهات بقى اللي جت بعد 30 يونيو لما شفناهم بايديهم بيقتلوا منهم فيهم عشان يجتذبوا تعاطف الشعب او التعاطف الخارجي. الراجل اللي كان ماشي جنب الدبابه والزميل اللي وراه اللي ماشي جنبه في المظاهره والشيخ وادى السلاح للي وراه، والشيخ عماد عفت، وفي احداث مجلس الوزاره وفي احداث مسبيرو هم كان دور الطرف الثالث انه يدخل يخلي التظاهر يتحول لصراع، والصراع يسقط فيه قتلى ويحصل فيه اعتداء على المنشآت عشان ينتج حاجتين. الحاجة الأولانية يضغط على السلطة اللي بتحكم. فلو كان المجلس العسكري السابق بيحكم وهو مثلا قتل عماد عفت، اكيد حضرتك فاكره وقتها قد ايه كم الغضب اللي كان موجود عند طبعا الشباب، واتهموا فيها ان المجلس العسكري هو اللي عمل كده، وده غير صحيح، لان بعد كده التحقيقات اثبتت ان الشيخ عماد عفت اتضرب من حد كان واقف جنبه وضربه في جنبه اصلا، مش لا في ظهره ولا في وشه. فاول حاجه انه يضغط على النظام اللي بيحكم ويورطه في جرائم تخليه مش قادر ياخد قرارات حاسمه. يعني لما انت تتورط ان كانك بتضرب المتظاهرين او بتقتلهم او ما شابه، ما تقدرش بقى تطلع قرارات تحجم تحركاتهم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه غير الضغط على النظام اللي بيحكم، ان هو يشوه التظاهرات. يعني هو لما كان بيستخدم قصة البلاك بلوك دي ويخليها تظهر وتضرب محجبات ويصور هو الكلام ده، كان عشان يشيطن التظاهرات دي. مفيش ما بين المجموعات الثوريه ما يسمى بالبلاك بلوك، حتى لو في فتره من الفترات كان في بعض ناس بتلبس منهم ماسكات او ما شابه. يعني انا اشهد في اللي انا شفته في جميع المظاهرات اللي انا اشتركت فيها لم يكن في احد من هؤلاء يستخدم العنف، لكن كان دايما في لحظه ما تدخل مجموعة ما قد يكون في ملامحها الخارجية نفس الوصف ونفس الصفات، لكنها تدخل بغرض انها يا اما تشعل الدنيا، ولو بحسب بقى الموضوع انه يقتل من هنا حد يقتل من هنا حد عشان الامر يتطور ويحصل اشتباكات زي ما حصل في محمد محمود. محمد محمود واحد، هم لما عملوا الاشتباك الطويل ده اللي قعد ايام وسقط فيه ناس ماتت، كان هدفهم ان كل القوى الثوريه والسياسيه تنشغل باحداث محمد محمود، وهم والسلفيين شغالين على الانتخابات وبيحضروا ليها. وكانت نتيجه المرحله الثانيه والثالثه من الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت كانها النتيجه العمليه اللي هم عملوه دوت. صحيح. لما حصل ودخلوا في البرلمان وبقوا اغلبيه، بقوا محتاجين يحصل عنف في الشارع عشان يبرروا القمع. فحضرتك فاكره ان في بعد مظاهرات بعد مذبحة بورسعيد حصلت مظاهرات في شارع محمد محمود تاني، نتيجة ان كان واضح في الاستاد ان قد يكون في تقصير من الشرطة، فحصلت مظاهرات تاني. فهم في الوقت ده
برضه يزق الناس بتاعته ترمي حجر هنا، تكسر حاجه هنا، عشان يعمل حاجتين، ويهاجموا وزاره الداخليه ويهاجموا في الوقت ده طلعوا قالوا انه دول بلطجيه، ودول لازم يطبق عليهم كذا، ولازم بيشربوا معرفش ترامادول، وكمان لما يزق الناس بتاعته تحرق بعض محلات عشان يبقى كمان في غضب في الشارع ضد التظاهرات دي. فالمجتمع يقبل انه يقمعها لما كان هو بيحكم. حضرتك فاهم قصدي؟ فدايما هو بيدخل يستخدم العنف، كان عشان يا اما يضغط على نظام حاكم بيحكم، صحيح. يا اما يكون هو نفسه بيحكم فعايز يقمع التظاهرات، فعايز المجتمع يقف معاه فلازم يشوه المتظاهرين، يا اما يحصل زي اللي احنا الموقف اللي احنا فيه ده، ان هو عايز يوقع خريطه الطريق، فعايز يورط النظام الحالي في اي شيء، ولذلك هم اخترعوا ده واتهموا فيها بقى كل الناس. يعني قالوا ان حمدين صباحي بياخدها ومحمد ابو حامد بياخدها، وقالوا انها الكنيسه هي اللي عاملاها، والكلام ده كله كلام فارغ. البلاك بلوك صنيعه خيرت الشاطر، زي ما خيرت الشاطر ورا كل مصيبه في التجمعات الشبابيه. يعني لما حصل انه في بعض ناس اندست على الالتراس او استقطبت منهم وهم افراد، كان بفعل خيرت الشاطر. ودايما تسميم المجموعات الشبابيه كان الشغل الشاغل الاثنين في الاخوان، مركزين بكل طاقتهم فيه، خيرت الشاطر واللي اسمه اسامه ياسين.